مساء الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. جيتكم بنات بهاد الوصفه، وصفه الصابلي، توجدوها في 5 دقائق، يعني سهله وظريفه. لهنا عندي 100 غرام تاع مارغرين، عندي بيضه وزوج صفار تاع بيض، وعندي لافاني، وعندي كميه من حلو يعني المايزينا تقريبا 5 مغارف مع السكر تاني فيها تقريبا 5 مغارف، لان السكر نتوما وحسب الحلاوه تاعكم. نخلط كامل هذوك المقادير، البيض مع السكر مع المارغرين، ما تنساوناش قلت لكم لافاني مع رشه تاع الملح، نخلطوهم كامل مليح مع بعض هكا حتى نحصلوا على كريمه كيما راكم تشوفوا معايا. لازم نخلطوها كي يعني نحصلوا على خليط يكون كريمي ابيض كيما راكم تلاحظوا معايا. ولا انا درت الفرينه مع رشه صغيره فقط تاع الخميره باش يعني ما يخسرش الشكل تاعو. هكذا نلمها كامل هكا بالفرينه، يعني لازم تكون عجينه طريه كيما راكم تلاحظوا معايا. نلمها كامل. واللي مازال ما اشتركتش في القناه نقولكم اشتركوا في القناه وضغطوا على زر الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد، وما تنسوناش البارطاج مع الاصدقاء والاحباب حتى تعم الفائده. نلمها كامل هكا بالفرينه. انا الفرينه يعني كل وحده والفرينه تاع بس كاين فرينه اللي تشرب، وكاين فرينه ما تشربش، يعني عينكم ميزانكم. الفرينه فقط يعني حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه، هذا ما كان. اكيد لازم يكون الفرن شاعل من قبل. انا حطيته دائما يعني الصابلي على 125 درجه هكا باش يطيب لي يعني الشكل مليح، ويجي على شكل يعني على لون طوغي كما راكم تلاحظوا. انا حليتها كامل هكا وخذيت هذا الشكل بنات، يعني ما كاش ما عندهاش هذا الموديل، هذا المول تاع الكاطو هذا. وكاين تاني اللي يديروه مقروط بريستيج، يعني تقدروا ديروا بزاف به انواع. انا درته هكا على شكل صابلي. هكذا كما راكم تلاحظوا، ونحيهم كامل من يعني نحطيهم في سنيوه، نتحصلوا على هذا الشكل. نحطوه كامل في سنيوه ونحطوه في الكوشه يطيب. قلت لكم لازم الفرن لازم يكون على 150 125 درجه، لان البنات بعد ما طاب ليها الصبلي تاعي شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعو، يعني يعني هايل. ولصقته كامل بالمعجون كما راكم تلاحظوا. ولهنا جبت هذاك المعجون ونحط كامل على هذاك الحواف. تقدروا تاني تخلوه هكا يعني سامبل، بصح انا نفضل نديرو هكا في الحواف باش نديرو شويه تاع كاوكاو. والتزيين اكيد يبقى اختيارنا واختياركم. ذلكم لنا البنات. يعني تقدروا ما ديروش كاوكاو، تقدروا تخليوها هكذاك، ولا تقدروا تاني ديروا الجوز الهند ولا نواه كوكو، يعني كل واحد واش يعني عنده في الدار. اذا انا نكملهم كامل هكا بنفس الطريقه ونشوفوهم في صحن التقديم. اذا انا بدات بعد ما كملتهم كامل يعني حطيتهم هكا في الكيسات كيما راكم نتوما تلاحظوا معايا، يجيو بزاف بنان وهشيشين، يعني يوالمون القهوه تاع العصر.
نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد، وما تنسوناش جيم البنات حتى يطلع الفيديو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.